يستشهد المخالف الناصبي دوما بهذا الأثر على أنه الشيعة تطعن بالإمام علي عليه السلام وتصفه أنه كالجمل المخشوش. فتعالوا نلقي نظرة سريعة وليس تفصيلية على هذا ونرى هل كما يزعم هؤلاء أم لا. ورد هذا الكلام في كتاب نهج البلاغة ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا، وقلت من اللي يقول أمير المؤمنين عليه السلام إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت. شوف أمير المؤمنين للمعاوية والله أردت أن تذمني فمدحتني وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه ولا مرتابا بيقينه، وهذه حجتي إلى غيرك. فالإمام عليه السلام يبين أنه من قال هو معاوية، حيث قال وقلت، يعني هناك معاوية اللي يقول. فهذا لا يثبت بأن الشيعة أطلقت عليه هذا الكلام، وإنما هو من قول معاوية ابن أبي سفيان. فإن كان عندكم أو عندهم غيرة أو يعترونه تجاوز وإساءة لأمير المؤمنين فلينكروا على معاوية بن أبي سفيان، لأن هذا زعمه وقوله. بل لو سلمنا جدلا أن هذا الكلام من قبل الشيعة، فتعالوا نعرف معنى الجمل المخشوش شنو في مصادر أهل السنة لنعرف هل هو ذم أم مدح. فورد من كتب أهل السنة على لسان الرسول صلى الله عليه وآله، هم ما يقولون وآله، قال فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد أنقاد. الراوي المحدث الألباني، وراح أخلي المصادر إن شاء الله بالأخير. فعلى هذه الرواية التي رواها وحسنها الألباني يكون مدح ووصف المؤمن إنه كالجمل. بعد أن عرفنا الجمل تعالوا نعرف الآن كلمة المخشوش. ورد في تفسير الفخر الرازي للعلامة الرازي الجزء الأول صفحة 127 قال الرسول صلى الله عليه وآله لا تسبوا عليا فإنه كان مخشوشا في ذات الله. إذن المؤمن كالجمل وعلي مخشوش في ذات الله. وورد عندكم يا أهل السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان جمل على لسان الصحابة. راح أعطيكم الروايات. وحديث أبي محمد حيان حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا ثناه أبو خالد الرملي ثناه مسروح وأبو شاب ثناه سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول ما يقولون وآله، وهو يمشي على 4 والحسن والحسين عنهما على ظهره، يعني الحسن والحسين على ظهره، وهو يقول النبي نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. كان الرسول صلى الله عليه وآله يصلي فجاء الحسن والحسين أو إحداهما فركب على ظهره، فكان إذا رفع رأسه الرسول قال بيده أو فأمسكهما قال نعم المطية مطيتكما، يعني النبي استغفر الله. الراوي البراء بن عازب وخلاصته اسناده لحسن، هم راح اخلي هذا المصدر بالاخير. في اهل السنه هذه مصادركم تصف الرسول صلى الله عليه وآله هكذا ولا باس بها، فلماذا تعيبون على الشيعه؟ وماذا تعيبون على الامام علي وانتم وصفتم خير الخلق بكتبكم بنفس هذه الاوصاف؟ انتم جاي تصفون النبي صلى الله عليه واله بهذه الاوصاف. والاكثر من ذلك ونجد عندكم وفي مصادركم الصحيحه ان المراه تشبه بالكلب والحمار، كما انقضت عائشه على ابي هريره فقالت. اسمع، حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أن ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقال يقطعه الكلب والحمار، والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا. هذا صحيح البخاري كتاب الصلاة أبواب سترة المصلي. فشوفوا أعزائي لا تصيرون مثل الناس اللي بس تسمع شوية يعني وما يدري بالوضعية شنو. مثل هذا يقول له لا تقتربوا إلى الصلاة، قال له شوف الله يقول لنا إحنا ما نصلي. لا، خلنا نكمل الآية ونشرحها يلا بعدين نسولف. أريد زلمة يرد على هذا الكلام. في أمان الله.